السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده وبسيطة وكمان سريعة. هنعملها مع بعض يا جماعة بمنتهى السهولة. بصوا بقى، الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة هتكون الجلاش بحشو الكنافة. زي ما انتم شايفين كده، مورق من فوق وكمان طري جدا من تحت. جميل جدا يا جماعة. كل اللي بيحب الحلويات من العربيات بتاعت الشارع هيحب الطريقة ديت جدا. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس قبل اي حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنجهز معانا الشربات. عندنا هنا كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية. لو انتوا بتحبوه سكره خفيف زينا، لكن لو حابين سكره يكون زيادة شوية هتحط 3 كوبايات من السكر، كوبايتين ونص مية. اول ما يغلوا بعديها بشوية كده هنروح طافين عليه، يعني 10 دقايق ونطفي عليه. دلوقتي بقى يا جماعة هنجيب الكنافة بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نحمرها بالشكل دوت. حطينا معلقتين سمنه او معلقه كبيره، وهنبدا بقى ان احنا نقلب الكنافه فيها معانا. ملهاش كميه، زي ما انتي عايزه يعني. لو عندك ربع كيلو او اقل من ربع كيلو حطي الكميه اللي انت عايزاها. انا عندي هنا كان عندي شويه كده فايضين في الفريزر، فقلت اعمل بيهم الجلاش بتاعي النهارده. بصوا بقى، هنقلب فيها لغايه ما لونها يحمر. انا مش عايزاها تحمر قوي، بس عايزاها تاخد لون ذهبي شويه كده، هوريهولكم. بصوا هي كده بدات ان هي تحمر معايا يا جماعه. طبعا بنقلب فيها باستمرار. لو انتي مش حابه ان انتي تفضلي تقلبي فيها كده باستمرار، يبقى هدي عليها النار شويه. لكن النار لو عاليه زي ما انا عامله كده، يبقى انت تقلبي فيها على طول. ما تسيبيهاش خالص عشان ما تحرقش منك. بصوا بقى يا جماعه، هي كده عندي هي خدت اللون. شايفين؟ هو اللون الذهبي الفاتح دوت اللي انا بقولكوا عليه. هقلبها شويه كمان وبعد كده هفضيها من الصينيه ديت، لان لو سبتها في الصينيه زي ما هي سخنه كده هتحمر اكتر. شايفين؟ بس كده. هجيب بقى الطبق بتاعي وافضيها فيه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى هنا لفة الجلاش بتاعتي اهيت يا جماعة. جبت بقى لفة الجلاش وجبت كمان الصينية اللي هعمل فيها الجلاش. هبدأ بقى كده ادهنها من السمنة. دي سمنة بلدي. اللي حابب يحط اي نوع سمنة تاني براحتكم خالص. وبالنسبة للناس اللي سألتني في التعليقات، يعني ينفع ان احنا الحلويات ديت نعملها بالزيت؟ عادي خالص يا جماعة، مش هتعمل حاجة. بس يعني السمنة بتخلي، يعني بتبقى افضل من الزيت، كمان بتديها طراوة كده وبتديها طعم وريحة. بتبقى احلى من الزيت بكتير. بصوا بقى، انا بحط كل ورقتين وهدهن سمنه. لو انت حابه تحطي كل ورقه بينها سمنه ماشي، بس انا الصراحه بحس ان انا ببالغ وببقى كتير قوي كده في السمنه. فعشان كده بحط بين كل ورقتين اروح دهنه سمنه. خلصنا بقى نص الكميه بتاعه الجلاش. دلوقتي بقى هجيب عندي الكنافه بتاعتي. بصوا هنلقى فيها كده تكتلات كده عادي خالص، ما فيهاش حاجه يعني. بصوا انا عملتها بايدي يعني، فرولتها بايدي كده. وحتى لو ما فردتلهاش بايدك برضو، لو حابه تحطيها على طول عادي، مش هيحصل لها اي حاجه يعني. اهم حاجه ان احنا نسوي الكنافه بتاعتنا كويس بعد ما نخلص. حطينا كميه الكنافه كلها اهيت. هنسويها بقى زي ما قلت لكم. بصوا اهم حاجه ان انا اسويها كويس جدا، عشان ما تبقاش بس فيها حته عاليه وحته واطيه. سويناها بالشكل ده كده يا جماعه. دلوقتي بقى هنجيب باقي الجلاش بتاعي، وابدا ان انا ارصه بنفس الطريقه اللي رصيت بيها في الاول. برضو ورقتين واحط سمنه. هخلص بقى انا بقيه الكميه ديت، رقات الجلاش ديت، وبعد كده ارجع هقول لكم نعمل ايه تاني. دلوقتي بقى يا جماعه، بعد ما خلصنا الكميه بتاعه الجلاش بتاعتنا ديت، هجيب بقى عندي سكينه هنا. هبدا ان انا اقطعها كده مربعات او مثلثات زي ما انت حابه اقطعيها. انا حابه اقطعها مربعات فاقطعها بالشكل ده. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا تقطيع، هنجيب بقى السمنه بتاعتنا، وهنبدا بقى نقط عليها من فوق بالشكل ده كده. ودلوقتي بعد ما خلصناه وحطينا السمنه، هنكون طبعا مشغلين الفرن على درجه حراره 180. هيدخل الفرن لمده نص ساعه.
تكون خدت اللون اللي احنا شايفينه دوت. شايفين؟ طبعا عندي هنا بقى الشربات بتاعي كان بارد، وطبعا الصينيه سخنه. هنزل بقى الشربات على الجلاش بتاعي ده بالشكل ده كده. شايفين يا جماعه؟ منتهى الجمال. لو احنا بقى حابين تكون طريه فوق وتحت كلها، يعني القطعه بتاعتي تكون كلها طريه، هنغطيها. لا حابينها طريه من تحت ومقرمشه من فوق، هنسيبها زي ما هي كده. شايفين يا جماعه؟ صينيه جلاش منتهى الجمال ومنتهى السهوله. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، بس لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير.